محاولة لفائدة الجيش الملكي الرباطي عن طريق تومي سونغ أوريبوني وحارس مرمى الرجاء الرياضي البيضاوي أنس الزنيتي. وبعد ذلك أتت هذه التوزيعة من ركلة ركنية أمين الزحزوح فوق العادة يا سادة، يظهر لكي يوزع هذه الركنية، وبعد ذلك بمساهمة كبيرة من طرف أنس الزنيتي لتستقر الكرة إلى الشباك. وبعد ذلك أتت العلامة الجزائية لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي وعن طريق نوفل الزرهوني الذي استضاق العلامة الجزائية من داخل مربع العمليات. وبعد ذلك نوفل الزرهوني الكرة في ناحية، وأيوب الخياطي حامي عرين مرمى الجيش الملكي الرباطي في ناحية أخرى. النتيجة متكافئة ومتعادلة، هدف مقابل هدف بين الجيش الملكي الرباطي والرجاء الرياضي البيضاوي المغربي. هنا حكم الساحة المصري محمد معروف عيد منصور ألغى هدف الرجاء الرياضي البيضاوي بداعي الخطأ من طرف حارس مرمى الجيش الملكي الرباطي أيوب الخياطي. الجيش الملكي الرباطي صار إلى النقطة التاسعة، الرجاء الرياضي البيضاوي في النقطة الخامسة، ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي في النقطة الثامنة، ومانياما اونيون من جمهورية الكونغو الديمقراطية في النقطة الثالثة، في انتظار المرحلة السادسة الأخيرة التي سوف تلعب أيام 18 19 20 يناير جونفي 2025 رسميا. الجيش الملكي الرباطي إلى الدور الربع النهائي. أحمد حمودان وآخر محاولة الفرص